هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بتاع المخابز والافران في البيت. الفطير الرقيق اللي بيكون مقرمش من بره وطراوته ما تتوصفش من جوه ومورق توريقات مظبوط. هنعمله بدون زبده توريق بكل بساطه ونظافه، وهنخبزه في فرن البيت عادي جدا من غير فرد وتطبيقات كتير. هيقب معاكم في الفرن وهينجح من اول مره. لو مشيتوا على خطواتي هتاكلوا احلى لقمه فطير. هطلع كميه فطير كبيره من كيلو دقيق، نقدر نقسم الكميه ونعمل نص كيلو بس. كيلو دقيق او نص كيلو دقيق عليه رشه من الملح فقط لا غير. هقلب الدقيق مع الملح وابتدي انزل بالميه واحده واحده. هبتدي الاول بكوبايه ميه تكون فتره عادي من الحنفيه، يعني مش بارده ولا دافيه، وهضيفها وهلم الدقيق بيها بالشكل ده. وبعدين كوبايه الميه التانيه برضو هضيفها كلها والم بيها الدقيق بالشكل ده. دي مقادير الكيلو. وانا بلم كده بقى هلاقي ان الدقيق بدأ خلاص يتشرب الميه ويختفي الدقيق، فاضل حاجات بسيطه خالص. في الوقت ده هبقى معايا تالت كوبايه ميه، هضيف نصها الاول واشتغل بايدي. هلم كويس جدا واشوف الدقيق اللي باقي معايا. الدقيق جزء منه خلاص اتشرب الميه، فاضل لي حاجه بسيطه خالص. هنزل بربع كمان من الكوبايه الثالثه، يعني انا كده توتال الميه بتاعتي اخدت كوبايتين وثلاث ارباع. الكوبايه الثالثه اخدت منها كوبايه الا ربع. عشان كده بقول نلم بايدينا علشان ممكن تحتاجوا الربع الاخير من الكوبايه. يعني في انواع من الدقيق ممكن تاخد 3 كوبايات ميه كاملين. خلاص بقى ما بقاش عندي دقيق خالص. هعجن كويس جدا لحد ما تكون عجينه قوامها املس وناعم بالطريقه دي. هسيب العجين بتاعي يرتاح 10 دقايق تقريبا علشان هلاقيه كان بيلزق شويه. بعد ما هسيبه يرتاح هلاقي قوام رائع بالشكل. هرش الرخامه بتاعتي رشه بسيطه خالص من الدقيق كده عشان بس انزل عليها العجينه. وانس بقى ان انا لميت العجينه في ايديا كويس جدا كده، هبتدي اشيل الدقيق ده خالص علشان انا هفرد على زيت. شويه حلوين بقى كده من الزيت على الرخامه بتاعتي واوزعهم في المساحه كلها اللي انا هفرد فيها العجينه. نقدر ان احنا نقسم العجينه دي، يعني لو هتعملوا كيلو زي تقسموها على نصين وتفردوها على مرتين. انا هفردها مستطيل بالشكل ده، والزيت هيخليها مش لازقه خالص في الرخامه علشان هقدر ان انا المها بسهوله. معايا هنا 100 جرام من اي نوع زبده بتستخدموه في البيت، اي نوع زبده بس يكون بدرجه حراره الغرفه، يعني طالع من التلاجة ومريح بالطريقه دي عشان اعرف افرده على العجين بتاعي بالشكل ده. كيلو الدقيق اخد مني ال 100 جرام كلهم، يعني لو هنصص هنعمل 50 جرام بس زبده. وهلم العجين بتاعي رول بالشكل ده بيتلم بكل سهوله. هلم الرول كويس قوي لحد اخر الطرف. وفي الوقت ده عندي حاجه من اتنين ممكن اعملهم. ممكن الف الرول بتاعي بالطريقه دي شكل حلزوني كده وهدخله التلاجة. امتى اعمل الخطوه دي؟ لو حسيت ان الزبده بتاعتي بدات تسيح مني والعجينه مش متماسكه قوي، فهدخله التلاجة الزبده تمسك نفسها شويه وبعدين هطلعها اشتغل بيها. لكن لو الزبده متماسكه كويس والعجينه في ايدي كويسه هشتغل على طول، مش هدخلها التلاجة. هقطعها بقى قطع بالشكل ده على قد الفطيره ما انا عايزاها. انا هعمل فطير حجم وسط شويه، عايزاه كبير هقطع اكبر من كده، عايزاه فطيرات صغيره واكتر في العدد هقطع قطع اصغر من دي شويه. خلصت الكميه بتاعتي كلها والتوريقات باينه والزبده باينه في التوريقات. هحطهم بقى في طبق كده، هرصهم واغطيهم بكيس بلاستيك او ستريتش راب وهدخلهم التلاجة بقى في الوقت ده يتماسكوا 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. انا مش محتاجه غير الوقت ده. وهطلع الفطير بتاعي. هاخد بقى كل قطعة من دي على مسحة زيت بسيطة وهبتدي أفردها على شكل مستطيل بإيدي. هلاقيها بتتفرد بكل بساطة وهلم بالطريقة دي. طريقة التطبيق سهلة جدا، بس عشان ما يكونش فيها أي تكتلات لازم أخد بالي إن أنا أطبق على بعض كده وهي مفرودة، وبعدين بلمها بالشكل ده، بلم الجوانب كلها على بعض. هلفها تحت ايدي كده شويه هلاقي كل الاطراف لزقت في بعضها خلاص. هاكد عليها كده تاكيد بسيط وبعدين هسيبها ترتاح في الطبق بتاعي. هفرد معاكم واحده كمان. الزبده مش بتطلع من الفطيره علشان احنا مدخلينها التلاجة، انا بشتغل بيها دلوقتي والعجينه بارده والزبده ماسكه فيها. هلم بنفس الطريقه بكل بساطه وبعدين بلفها تحت ايدي كده كلها بتلزق في بعضها وبقفلها كويس عشان بس ابقى ضامنه ان مفيش اي كلكعات ولا تكتلات جوه وتكون مورقه كويس. هخلص بقى الفطيرات بتاعتي كلها اقفلها بنفس الشكل واخد اول فطيره خالص ابتديت بيها. كل الصواني اللي في البيت بقى عندي تنفع. انا جبت الصواني بتاعتي كلها وبدات افرد فيها الفطير بتاعي بسمك رقيق بالشكل ده. مش رقيق برضو لدرجه ان هو يبقى ورقه يعني، بس يكون محمل نص عقله الصباع كده تقريبا.
على ما افرد الفطير بكون بسخن الفرن كويس جدا على اعلى درجه حراره عندي، سواء 200 سواء 250 سواء اكتر من كده، اعلى درجه حراره للفرن. وهحط الشبكه بتاعتي في الرف الاول على طول. على ما افرد الفطير بتاعي كله بالطريقه دي هدخل اول صينيه واول فطيرايه انا فردتها. الفرن حامي كويس جدا، هلاقي الفطيره بتاعتي بدات تقب بالشكل ده وتفرغ من النص. لو اتحمرت من تحت وما خدتش معايا لون من فوق بشغل الشوايه عشان احمرها كويس. حبيت اسمعكم صوت قرمشه الفطير وهو لسه طالع من الفرن. اول ما بيطلع كده بديله تلميعه كده بالزبده او بالسمنه البلدي حسب الريحه والطعم اللي انا بحبهم، وهرص الفطير بقى كله على بعضه كده لما يطلع من الفرن علشان يريح على بعض. لو حابينها تفضل مقرمشه جدا خلاص سيبوا كل فطيره مستقله لوحدها في الصينيه بتاعتها. الفطير بدون اضافه اي قشطه على الوش اتحمر وخد لون حلو قوي من فوق ومن تحت، ده غير الطراوه بتاعته حقيقي ما تتوصفش. اظن واضح جدا من الفيديو. تعالوا بقى شوفوا توريقاته من جوه وقد ايه مظبوط ومفيش اي كلكعات ولا تكتلات من العجين جوه. حقيقي دي احلى لقمه فطير ممكن تاكلوها بابسط واسهل طريقه ليه، وهينجح معاكم باذن الله. حتى لو اول مره تجربوه تقدروا تقطعوا الفطير وتدخلوه في اكياس محكمه الخلق وتحفظوه في الفريزر. انا كده خلصت الفطير المشلتت بتاعي النهارده خلاص، متاكده من سهولته وبساطته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوه وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.